اللي متابع شاومي هيلاحظ السنه دي نازلين بموبايلات بتتحدى اي شركه سواء فلاج شيب او فئه متوسطه، وانا عامه بحب الفئه المتوسطه لانها مليانه موبايلات. شفنا كتير من ريلمي، اوبو، وان بلس، سامسونج بميزات واسعار مختلفه. لحد هنا تمام جدا، بس شاومي كان ليها راي تاني، فنزلت بعيله جديده ال 14 وباسعار اقل من الجيل القديم وفرق اعلى شويه في بعض الحاجات وتطوير كل سنه. سيبك من المقدمه خالص، النهارده معانا الريدمي نوت 14 برو بلس مع ميزات وعيوب هوضحها خلال الفيديو بالتفصيل، وبتحداكم انها تكون اقل مراجعه عربيه للموبايل ده، فيها كل حاجه. مستني ايه؟ اللايك والاشتراك اتعمل خلاص، يلا نبتدي. الموضوع غريب شويه، بس هو بيقدم نفس تجربه الجيل القديم برغم من اختلاف المعالج بقى سناب دراجون 7 اس جين 3، والقديم كان دايمنسيتي 7200 الترا، ده كمان نفس الرقم على انتوتو 747000 نقطه بالظبط، مع نفس التردد ال 120 هرتز اتعودنا عليه خلاص، وهو جميل ما فيهوش اي مشكله، بس زي ما تقول ما فيش تطوير، فطبيعي اقول لك هتاخد نفس التجربه. في الالعاب خصوصا ببجي لسه 60 فريم المعالج يجي منه، ممكن يدعم ال 90 عادي، اتوقع عشان لسه جديد، بس اتمنى ما يكسفونيش. مع تجربه صوت ستيريو هتعجبك، ولو بصينا على الشاشه هتلاقي 3 تعديلات بس، السطوع من 1800 شمعه بقت 3000 شمعه، نسبه الشاشه لجسم الموبايل من 89.7 بقت 88.5، مش عارف ليه عملوا كده، النقطه دي زعلتني. وطبقه الحمايه من جوريلا جلاس فيرتوس بقت جوريلا جلاس فيرتوس 2، تستحمل اكتر الصدمات والخبطات، وهو اساسا مقاوم بالكامل للصدمات والخبطات. غير كده شاشه واحده من نوع اموليد بتدعم 68 مليار لون، مقاس 66 انش، جوده 1.5 كي، والمعتاد بتدعم اتش دي ار 10 بلس ودولبي فيجن، مفيش اي جديد، لكن التصميم جديد وحلو، بيفكرك شويه بشكل الشاومي 14، لكن هنا مربع الكاميرات في الوسط، عجبني اكتر من شكل الايفون في ال 13 برو بلس، وعجبني اكتر الرسمه بتاعه المربع، تحسه بريميوم كده، مع ظهر من الزجاج وفريم الومنيوم، وحسب كلام من شاومي قالت ان الهيكل من الالماس، كلام طبعا. التجميعه دي تعمل لك موبايل ضد الصدمات لحد 1.8 متر، قول مترين، وده حسب كلامهم في الاختبارات، طبعا بتختلف شويه عن الواقع. في تحدي جامد من شاومي في مقاومه الميه، بقت معيار اي بي 69، قليل لما تلاقيها في فلاج شيب، بس الاجمل انه بيستمر يوم كامل في الميه لحد عمق مترين، وده ما سمعتش عنه قبل كده. ونزلت بوزن اعلى 210.8 جرام، وسمك اصغر شويه 8.7 مللي، وبيدعم شريحتين نانو واي سيم وال5 جي، واي فاي 6، بلوتوث 5 و4، ان اف سي حسب اصدار بلدك، واي ار بلاستر خاصيه الريموت، والسوفت وير ما اختلفش حاجه عن الجيل القديم، هو الهايبر او اس، بس اندرويد 14 بدل 13 في القديم، والميزات اللي كلنا عارفينها، مع سرعه في الحركه والتنقل وفتح وقفل التطبيقات، ومساعده المعالج والتردد والسوفت وير زي الجيل القديم، مش ميزه جديده هنا. وبيدعم 3 تحديثات رسميه، فما تنساش يا صديقي وانت معدي اللايك والاشتراك وزر الجرس واي كلمه حلوه تشجعني. استمر، عاش، برافو، جامد، الكلام ده مش هوصيك. وكفايه كده، وتعالوا نشوف التطوير اللي حصل في الكاميرات، وهو تطوير فعلا مع 3 كاميرات. الاساسيه 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري، القديم كان 200 خلي بالك، و4 اكس ديجيتال لوزلس، لكن هنا بقت كاميرا زوم منفصله 50 ميجا بكسل مع 2.5 اكس اوبتيكال، والاخيره 8 ميجا الترا وايد زي القديم. بيقدموا تجربه حلوه وتفاصيل واضحه، بس مش دايما بتكون مظبوطه في الورق والزرع، لكن ممتاز في الصور العاديه كالوان ووضوح وتفاصيل. ولو قارنت الصوره العاديه مع البورتريه هتحس ان هم واحد، بس عزل شويه خفيف الاماكن البعيده، لكن ما عزلش الجسم ولا الخلفيه وراه. طب نجرب تاني. هنا مثلا ما فيش فرق بين الصورتين غير انه فتح الالوان وما عزلش في الصوره اليمين، لكن الجنب الثاني الالوان مظبوطه اكتر، تفاصيل اوضح. مش عارف بصراحه العزل هنا ليه سيستم معين غير اللي عارفينه، ولا عيب سوفت وير، اتمنى الشركه ترد علينا. في النايت مود حلو وموضح تفاصيل المباني الى حد ما عشان بعيده، لكن في المباني القريبه موضحها كويس بدون اي مشكله. وبدايه من الواحد اكس تفاصيل حلوه، الوان مظبوطه، توصل 2 اكس هتلاقي تفاصيل واضحه، الوان مظبوطه، توصل 2.5 اكس هتلاقي برضه تفاصيل واضحه، انت قادر تقرا البانر كويس، وبرضه الوان مظبوطه، توصل 10 اكس تلاقي تفاصيل مقبوله، ابتدى يفقد جوده بس محافظ عليها شويه، توصل 30 اكس هتلاقي تفاصيل مش واضحه كفايه، تحسها مرسومه، والالترا وايد تحسها نفس الحداقه، تفاصيل بوضوح لكن الوان فاتحه درجه. مثال تاني مثلا، هنا تحس السما فيها فرق واضح فعلا كالوان، واللوحه شويه، وطبعا عارفين انه بيصور فيديو 4K 30 فريم، محترم جدا وثابت كفايه في الحركه، مش هيضايقك، موضح التفاصيل كويس، اضاءه مظبوطه، العناصر واضحه كفايه، ومقبول في السيلفي مع كاميرا 20 ميجا بكسل بتطلع تفاصيل مقبوله وواضحه، اضاءه زياده شويه، وتقدر تصور بزاويه واسعه بس بتكون مش قد
تحدي كده في الاضاءه بتكون عاليه اكتر، لكن في العزل جميل صراحه افضل كتير من الكاميرات الخلفيه عازل كويس، لكن هتحس الشعر متاكل خفيف من الاطراف. وللاسف بيصور فيديو 1080 60 فريم مفيش 4K هنا، مع تفاصيل مقبوله للوش والدقن، اضاءه مظبوطه لكن مش ثابت كفايه بس مقبول. والبطاريه فيها ميزه حلوه جدا، بدل ما كانت 5000 ملي امبير بقت كام بقى؟ تخيل 6200 ملي امبير، نقله كبيره جدا. لكن هتزعل لما تعرف ان الشاحن ال 120 واط اتشال وبقى 90 بس. مش عارف عملوا ليه كده بصراحه، يعني المفروض مع البطاريه الكبيره تحط شاحن اكبر مش اقل، ولا انتوا ايه رايكم؟ وعشان نختصر مده الشحن، القديم كان بيشحن في متوسط 25 دقيقه، ده اقل تقدير 45 دقيقه. مش منطقي، لو اتحط شاحن اكبر هيكون افضل كتير. كمان نزلك بنسختين رام بس 12 و16 ولغى ل 8، ما تعتبرش عيب هنا. هو نزلك اصلا بنفس التردد 3200 ميجا هرتز وده حلو. طبعا في الاعلى منه احنا عارفين، ومساحه التخزين من نوع يو اف اس 3.1 زي القديم، مع نوعين 256 و512 جيجا. عارف السؤال اللي بيجي في دماغك، كان في 128 في الجيل القديم، من رايي ملهاش اي لازمه، هتتملي معاك بسرعه وهتتضايق، ولان كمان ما فيش ميزه تركيب كارت الميموري، فانت لازم تشتري مساحه كبيره من الاول. باختصارا كده هنعرف الموبايل ده يستاهل وتشتريه ولا لا. صراحه عجبني جدا نقله الكاميرات ووجود كاميرا زوم، لكن اتضايقت ان مفيش تصوير فيديو 4K بالسيلفي. عجبني السطوع الاعلى وتحمل الموبايل والشاشه للصدمات. عجبني جدا مقاومه المياه تنافس موبايلات اعلى منه، لكن ما عجبنيش صراحه المعالج، ما قدمش اي جديد عن القديم. كمان ما عجبنيش الشاحن الاصغر برغم انه 90 واط وحلو، بس البطاريه كبيره خلي بالك. وعجبني جدا التصميم، تحسه اغلى من سعره، لكن السوفت وير ما قدمش جديد. هتلاقي كل حاجه في ال 13 برو بلس بس اندرويد اعلى. عجبني انه بيدعم اي سيم، ميزه تحترم. والارتر كمان السعر فهو حكايه. تخيل نسخه 12 مع 256 جيجا في الصين بسعر 270 دولار بس، اقل كمان من الجيل القديم. ودي نقله كبيره في شاومي، العيله كلها عامه نازله بسعر اقل، فتقدر تنافس اكتر من عيله ال 13. لو وصل عندك قول 50 دولار زياده، يعني 320 دولار، كويس جدا. عارف ان ليه منافسين اقوى، بس هو كسعر مقبول صراحه، والاضافات الجديده افضل كتير، فده انصح بيه في حاله لو مهتم بالتصوير، عايز اداء متوازن، عايز بطاريه كبيره، استخدامك مشاهده، تصفح شغل هيكون مناسب معاك. لكن في الالعاب مش هيكون الافضل، ليه منافسين اقوى، فمش هفضله هنا. ما تنساش تكتب لي اي كلمه حلوه تقديرا للشغل الجامد ده، واشتراك ولايك، عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد لايكات ونستعد للمسابقات الجديده. ولازم تكون عندي على فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك، عشان نكبر العيله ونكون اكبر محتوى تك في الوطن العربي باذن الله. دمتم بافضل حال، سلام.